هاي يا جماعة، اللي ما يعرفنيش انا عليا بنوتة متجوزة وعايشة في كوريا، وهنا بنقل لكم ثقافة كورية. فاللي مهتم ما ينساش يعمل سبسكرايب وشير ولايك ويشيروا لاي حد مهتم بالموضوع ده. ويلا نبدأ الفيديو. انا دلوقتي في برجر كينج، هنروح نعمل شوبينج. بعد كده بقى هوريكم بشتري ايه في الاسبوع والاسعار وكده. فلو مهتمين كملوا الفيديو للاخر. وسوري مغطيه صوتي عشان في ناس حواليا، ولو انا عليت صوتي هنا كلهم هيبصوا عليا حرفيا. فكملوا معايا الفيديو للاخر. انا المفروض الاكل بتاعي نزل اهو. بدل بطاطس حطيت ناجت، وده ده الاكل. Why didn't that? Still only Oh? only coca. النهارده الاكل يا جماعه حلو قوي غير المتوقع. بس انا لسه ما جربتش السندوتش، هجرب السندوتش اشوف ايه اخباره كده. فانا بس انا مستنيه اكل ادم يجي عشان عيد بقى وجوزي وكده، ما ينفعش بقى اكل من غيره. المفروض الطبيعي ان الاوردر بتاع وصل، بس النهارده مفيش اي اصلا. يلا نجرب الساندوتش ونشوف ايه الاخبار. بسم الله. There's more cheese bun. حلوة أوي بجد يا جماعة، بجد كل حاجة هنا طازة بجد. الكلام مرتب، بس مفيش شارع مصري يعني، مش هقدر أقول لكم أحلى من مصبح. المهم أنا كده خلصت برجر كينج يا جماعة. الناجتس الجديدة اللي هم عاملينها دي أنا متقدلها 20/10 على جمالها. فظيعة يا جماعة، فظيعة. الساندوتش هو مصر يعني، مفيش الصراحة اختلاف خالص. بس تجربة لذيذة والصراحة أنا بحاول إن أنا أكل من البرجر كينج كتير الأيام دي عشان أكتر حاجة بحبها هنا. Say hi. Oh, right here. ايه توقف ماسك يا باشا. هاي يا جماعة، دلوقتي روحت البيت وغيرت ونزلت. اليوم النهارده كان بتاع صعب قوي بجد، مشينا كتير جدا. فدلوقتي انا وصلت السوبر ماركت وهبتدي بقى اجيب الحاجات اللي انا محتاجاها في البيت وكده. اول مره اروح ده اسمه هوم بلس، اول مره اجيب واشوف انا اشتري ايه، والحاجات اللي انا عايزاها دي كلها موجوده ولا لا. What do you want to buy? I love it. This is good.
طبعا باين على وشي قد ايه انا تعبانه. انا من الساعه تقريبا 10 الصبح وانا بره، ودلوقتي داخله على 10 برضو. فاخيرا روحت البيت وصورت لكم بقى الحاجات اللي انا اشتريتها سوري واصور لكم ازاي هطبخ وكده. هطبخ اكل مصري عامه، فلو مهتمين في الفيديوهات القريبه ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو وشير لاي حد وشير لاي حد مهتم بالموضوع ده. وبحبكم قوي وباي باي. هاي يا جماعه، زوروني على شكلي لسه صاحيه من النوم. فالمفروض بقى هو الحاجات اللي جبتها من السوبر ماركت اشوف انا هطبخ ايه وكده. انا ناويه النهارده ان انا اطبخ سمك وكام طبق جانبي كده عشان انتوا عارفين الكوريين. بس الاطباق الجانبيه اللي انا اطبخها النهارده مش كلها كوريه، يعني صراحه اطبخ حاجات منها مصريه وكده. فلو مهتمين كملوا الفيديو للاخر. هاي يا جماعه، ده السمك اللي انا جايبته امبارح. ده سمك ماكريل، جايباه بقى متنضف كده، بس انا هنضفه اكتر واحط عليه ليمون وكده واقعده في الليمون شويه كده يجي ربع ساعه كده. بعد كده اعمل له التتبيله عشان انا الريحه شويه، انا عندي مشكله في ريحه السمك. فهنضفه وارجع له. ازاي بنضفه؟ بغسله شويه تحت الميه كويس جدا. بعد كده بحطه في ليمون كتير، يعني بعمله في ليمون بس. صراحه انا بحطه في ليمون بس، في ناس بتحط عليه طحينه وفي ناس بتحط عليه دي، بس انا بحط ابتدي احط بقى السمك في طاسه. انا قطعته حتت صغننه كده عشان التتبيله تخش فيه كلها. وانا بحب الصراحه والمره في مصر ان احنا نقطع السمك حتت صغيره، معرفش ليه. بعمله كده وهحط عليه شويه ليمون بقى واسيبه ربع ساعه. داخله على 3:30 وادم بيخلص شغل 6:30. طبعا ما بيجي بيبقى 7:30. ففي الوقت ده تيجي بقى ايه، هقليه بقى واحط عليه دقيق وكده. عندكم الريحه فظيعه يعني بجد والله العظيم، مش عشان انا اللي طبخاها بس، والله الريحه حلوه قوي. بس كده نسيبه بقى كده. طبعا نحطه في كيس تاني واحطه في التلاجة ياخد بقى وقته. وطبعا هحضر فطاري انا بقى عشان انا الصراحه جعانه وما فطرتش. الكوريين اساسا حطيته في كيس واحطه في التلاجة. انا المفروض كنت احطه في علب، بس انا هعمل اكله تانية. بس قبل ما اعمل الصراحه افطر بقى،
دلوقتي انا بفطر، وده هيبقى الفطار بتاعي عشان النهارده مش جعانه خالص ورايح حاجات كتير، فمش قادره اعمل فطار. تفاحيه وعليها قرفه وكوبايه نسكافيه هاكلهم بقى، وهبتدي بعمل عملت الاكل هوريكم بقى تتبيله السمك ازاي. بس كده، وهو ده الفطار بتاعي، ويلا بقى شويه كده ونطبخ مع بعض.